ينضم إلي من باريس الأستاذ جان بيير ميلالي الباحث في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بك. كما ينضم إلي من مدريد الطالب علي سالم ناشط سياسي صحراوي، وأرحب أيضا بالصحفي سعيد العفاسي. مرحبا بكم جميعا، ودعوني أن أبدأ معك أستاذ سعيد. يا أستاذ سعيد، تجديد مهام البعثة كان متوقع بالنسبة لجميع الأطراف، ولكن هل بالفعل يصب في مصلحة المغرب؟ مساء الخير أستاذ نورين، مساء الخير ملالي، ومساء الخير الأخ الطالب. أعتقد أن التصويت اليوم كان متوقعا من طرف المغرب، لكن المغرب كان يترقب موقف كينيا وموقف فرنسا على الخصوص. الآن فرنسا تأكد موقفها وتأكد موقف كينيا، أما الموقف الروسي فكان واضحا. ولا أعتقد بأن هذا التصويت اليوم هو في صالح المغرب ولا في صالح البوليزاريو، لأن إضافة سنة معناه هو إضافة الزيت على المادة من أجل الاشتعال أكثر. نحن نريد لهذا الملف أن يطوى وأن ينتهي بحل جذري لهذه المسألة، وهو لن يتم لا بطاولة المفاوضات ولا بالمفاوضات المباشرة مع البوليزاريو ولا بالمفاوضات مع الجزائر التي ترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لأن المشكلة تعمقت أكثر. ونحن نلاحظ منذ سنة 1975 إلى اليوم كانت هناك العديد من المفاوضات. في التسعينيات المغرب طلبت الاستفتاء، البوليزاريو والجزائر رفضت الاستفتاء. في سنة 2007 جاء المغرب بالحكم الذاتي، البوليزاريو والجزائر رفضت الحكم الذاتي وطالبت بتقرير المصير. لذلك هذا الأمر سوف يزداد خلال هذه السنة احتدادا، وأنا أخاف من التوتر الذي يمكن أن يقع في هذه السنة. في ظل كل ما تتحدث عنه، هل يمكن بعد تمديد السنة لهذه البعثة أن تتوسع مهام البعثة في هذه المرحلة؟ هذه مطالب البوليزاريو. البوليزاريو تطالب ببعثة المونيرسو أن تكون لها مهام مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وهي تنسى، أي البوليزاريو تنسى بأن لها تعيث فسادا في تندوف، تشغل الأطفال وتجند الأطفال وتأخذ المساعدات إلى جيوب رؤساء رئاسة البوليزاريو إلى غير ذلك من. ولكن هذا الادعاء لن يتأتى لها، وحتى وإن تأتى فيجب أن يكون من كلا الطرفين. المونيرسو تراقب حقوق الإنسان داخل الصحراء وتراقب وكذلك في البوليزاريو. البوليزاريو ترفض دخول مونيرسو إلى أراضيها، والدليل هو أن رئيس البوليزاريو قال تعليقا على تقرير غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بأنه منحاز إلى المغرب. معنى هذا بأن البوليزاريو ترفض الأمم المتحدة. هي ترفض أيضا البعثة وتتهمها كما ذكرت بالانحياز إلى الجانب المغربي. لنستمع إلى وجهة نظر البوليساريو إلى الأستاذ الطالب. أستاذ الطالب، كيف تنظر جبهة البوليساريو إلى تمديد صلاحية البعثة، خاصة وكما ذكرنا أنها تتهمها بالانحياز إلى الجانب المغربي؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافة، تحية لك وإلى ضيوفك الكرام. طبعا ما تقوله البوليساريو وما يقوله الشعب الصحراوي هو أن مهمة المينورسو التي نتحدث عنها اليوم، وهي المهمة الأممية لإقامة استفتاء في الصحراء الغربية، أتت إلى الصحراء الغربية في سنة 1991، والبرنامج المقدم آنذاك من طرف هذه المهمة ومن طرف مجلس الأمن الدولي هو أنه في مدة 9 أشهر، في مدة لا تزيد عن 9 أشهر، سيتم إقامة استفتاء في الصحراء الغربية. و31 سنة بعد ذلك لا زلنا هنا نتحدث ونجدد هذه البعثة سنة بعد سنة لرفض المملكة المغربية لهذا الاستفتاء، لأنه المغرب يعرف أن الاستفتاء يعني استقلال طبعا الصحراء الغربية، وهذا ما يخافه المغرب. ما تطلبه جبهة البوليساريو وما يطلبه الاتحاد الإفريقي، ولذلك يعني تصويت كينيا ضد هذا القرار وتصويت كينيا ضد تجديد مهمة بعثة المينورسو هو أنه الحل يكون حلا إفريقيا، لأن هذه المهمة أتت كما قلت لإقامة استفتاء في مدة لا تتجاوز 9 أشهر، و30 سنة بعد ذلك لا زلنا هنا. المملكة المغربية، الاحتلال المغربي يلعب على الوقت، وهذا ما يريده، تجديد مهام هذه المهمة، ولتظل هذه المهمة في الصحراء الغربية بدون أي عمل. ومهمتها الأولى هي إقامة استفتاء، ولم نرى استفتاء في 31 سنة. لكن فقط أريد أن أذكر بطريقة سريعة وأنا أمامي القرار، هذا هو القرار الأممي الصادر اليوم 27 أكتوبر 2022، والقرار يعني 26
54. هناك نقطة مهمة ومهمة جدا. 25 ما يقوله القرار 26/54 أمام القرار، يعني هذه نسخة من القرار الأممي الصادر اليوم. في النقطة الرابعة ويمكن لكم التأكيد من ذلك، يقول مجلس الأمن يدعو الطرفين لاستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة دون شروط مسبقة للوصول إلى حل سياسي ودائم ومقبول للتطبيق، ضامنا دائما لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. لا زالت الأمم المتحدة ولا زال مجلس الأمن يتحدث عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وهذا اعتراف من الأمم المتحدة ينضم إلى الاعتراف الافريقي والى الاعتراف الاتحاد الاوروبي بهذا الحق. فلماذا المغرب لا زال الى اليوم يرفض هذا الاستفتاء؟ هذا هو السؤال الذي يجب ان نطرحه اليوم. لماذا المغرب يرفض الاستفتاء في الصحراء الغربيه بينما يعني الامم المتحده والمجلس الامن في كل قراراته والقرار الاخير الصادر اليوم يطالب بحل يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي؟ نعم، بعد قليل سنناقش هذه النقطة مع أستاذ سعيد، ولكن قبل هذا أستاذ جان بيير، ما الذي يمكن أن تقدمه البعثة هذه المرة للملف؟ يعني هل يمكن أن تحقق اختراق في هذا الملف في ظل تمسك الأطراف كما نرى في موقفهم؟ مساء الخير للجميع. هذه هي المسألة. لا أريد أن أقلل من التصويت الأخير في المسألة، ولكن هي مسألة لا تحلها المحاربة. إذن لابد من العودة إلى طاولات المفاوضات. والغريب أن المغرب والجزائر دولتين شقيقتين متشابهتين ولا تتفقان على هذه المسألة، مع أن أمد النقاش والخلاف طالت أكثر من اللازم. في هذه الظروف يمكن لبلد مثل فرنسا التي لها علاقات عريقة ووطيدة مع الدولتين يمكنها أن تلعب دورا إيجابيا على شرط أن تبقى في موقفها، يعني عدم الانحياز لأحد الطرفين. لذلك يختلف موقف فرنسا من موقف دول مثل ألمانيا وإسبانيا. طبعا ألمانيا ليست لها نفس القرب الجغرافي والعلاقات التاريخية مع شمال إفريقيا. أما إسبانيا فأنا شخصيا لا أفهم كيف ينقلب موقفها في مدة سنة من تأييد طرف إلى تأييد آخر. صحيح أن العلاقات الشخصية بين الرئيس الفرنسي والعاهل المغربي مرت بفترة برودة بعد فضيحة بيغازوس، وهناك تقارب مع الجزائر من جهة ثانية، ولكن مع ذلك أتمنى أن تبقى فرنسا على موقفها التقليدي في هذا الخصوص. نعم أستاذ سعيد، قبل أن تعقب على ما يعني سأله أو طرحه الطالب الذي قال بوضوح بأنه المغرب ترفض حتى الآن على الرغم من أن الأوروبيين وأيضا الأمم المتحدة ترى بأن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ولكن قبل هذا فيما يتعلق، أنت كنت قد ذكرت بأن اليوم المغرب كانت تنظر إلى قرار كل من روسيا وكينيا وأيضا فرنسا، ولكن نعلم بأن روسيا حليفة الجزائر امتنعت عن التصويت، وكذلك كينيا التي حتى الآن تناور بين الطرفين. كيف يمكن أن ننظر إلى هذا؟ هل بالفعل يعتبر هذا الامتناع هو لصالح المغرب؟ أولا دعني أقول للأستاذ ملالي عندما يقول بأنه يستغرب من موقف إسبانيا تجاه المغرب، أقول له يا صديقي السياسة مصالح، إسبانيا بعد بعد نظر وبعد التتبع قررت أن تصحح خطأها التي كان في السابق، وهذا من حقها. ولا أنا أتساءل كيف للملال أن يتدخل ويستغرب من موقف إسبانيا، وإلا عليه أن يعرب أكثر في هذا الموقف. عندما أرجع إلى الطالب وأقول له يا أخي الطالب، عندما كينيا تصوت تمتنع، كينيا من حقها أن توجه دبلوماسيتها كيفما تشاء.
أن تقاطع المغرب وأن تعترف بالبوليزاريو أو تعترف بالمغرب ولا تعترف بالله، هذا من شأنها. ونحن في المغرب لا يهمنا هذا الاتجاه، بينما يهمنا الدول التي تساند خطة الحكم الذاتي في الصحراء، والدول سواء الإفريقية أو الأوروبية. ونحن ندرك أن هناك أكثر من 28 دولة لها قنصلية في الدخلة والعيون، وهناك أكثر من 11 دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بالحكم الذاتي وتراه رؤية استراتيجية صالحة لملف الصحراء. ثم هذا الملف يا أخي الطالب، أين كنتم منذ سنة 31 سنة؟ كان لكم هذا الغياب، لماذا لا يكون لكم تأثيرا داخل مجلس الأمن من خلال الجزائر؟ يجب أن أنبهك بأن البوليزاريو كما قال غوتيريش بأن الأمم المتحدة لا تعترف بها كعضو في الأمم المتحدة، وإنما كعضو في نيويورك وليس في الأمم المتحدة. وبالتالي الدبلوماسية المغربية تشتغل بكل الأطراف وعلى كل الواجهات، والقادم سيكون أجمل للقضية الصحراوية. عندما أتحدث بأن تقول لي بأن المغرب يرفض الاستفتاء، المغرب أول من بادر إلى إعلان قبول الاستفتاء من طرف المنظمات الدولية المشتغلة في هذا الاتجاه، لكن البوليزاريو والجزائر رفضت هذا الاستفتاء لأنها كنت تدرك بأن إذا دخلوا في هذا الاستفتاء سيكون الخاسر الأكبر هي الجزائر وهي البوليزاريو. لكن أنا أقول للبوليزاريو وأوجه الدعوة إلى الطالب، لماذا لا تنظرون إلى الحكم الذاتي كحل نهائي لهذه القضية، وأن تدخلوا معنا إلى داخل الصحراء وأن تناضلوا من أجل القضية الوطنية كما تدعي من الداخل وليس من الخارج، لأن بالتالي الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، وبالتالي هذا الموقف لن يغير الأمر قيد أنمنة، لا قرارات مجلس الأمن ولا حتى الدخول إلى في معارك استراتيجية. ونحن ندرك وأشارت مقدمة البرنامج بأن هناك وفدا إيرانيا من الحرس الثوري الإيراني وصل عن طريق تندوف من أجل تدريب عناصر البوليزاريو على الطائرات المسيرة. معنى هذا بأن البوليزاريو ترى بأن ليس هناك أفقا لحل هذا القضية إلا في الدخول في مناوشة عسكرية، حتى لا أقول معركة ولا حرب، لأن البوليزاريو ولا الجزائر ليست لها القدرة والجراءة للدخول إلى وصلت الفكرة. سعيد ابقى معي. الطالب، هل بالفعل امتناع روسيا وكينيا يمكن أن نعتبره تغيير في موقف هذه الدول؟ لأنه يعني في نهاية المطاف روسيا هي حليفة للجزائر وحليفة لإيران التي كما ذكرنا تبعث وفود لتدريب البوليساريو على استخدام طائرات مسيرة. طبعا قبل الإجابة عن السؤال أريد أن أعقب بطريقة سريعة على ما قاله ضيفكم. قال يعني بهذه العبارة قال إن السياسة مصالح. يعني إذا كانت السياسة مصالح، السياسة ليست سياسة قانون، ليست سياسة حق، فطبعا هذا اعتراف من أنه كل تحركات الدبلوماسية المغربية هي في اتجاه مصالح وفرض مصالحها، كالضغط على إسبانيا والابتزاز بالحكومة الإسبانية لجلب يعني بعض من الدعم في احتلالها الغير شرعي للصحراء الغربية. وهذا يعني يؤكده كلام ضيفكم عندما يقول أنها السياسة مصالح. فالسياسة لا يجب أن تكون مصالح، السياسة يجب أن تكون حق ويجب أن تكون قانون. وعندما نتكلم عن الحق وعن القانون وعن التاريخ فقد نرى أن الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو عبارة عن احتلال. جوابا على سؤالك، الموقف الروسي وموقف كينيا، موقف كينيا لرفض هذا طبعا تجديد بعثة المينورسو في الصحراء الغربية، أو رفض هذه المسودة التي قدمتها الأمم وقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لمجلس الأمن، وهي التي نتحدث عنها اليوم، هو القرار 2654. رفض كينيا هو لأنه كما قلت الزمن طال ولا زلنا سنة بعد سنة نجدد هذه البعثة التي لم يسمح لها من طرف نظام الاحتلال المغربي بإقامة استفتاء، وهي بعثة المينورسو، يعني ميسيون دي ناسيونز اونيداس بارا ريفيرندوم ان الصحراء اوكسيدنتال، ما يعني بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لإقامة استفتاء. فإذا يعني إذا ظلت الأمم المتحدة تجدد سنة بعد سنة يعني هذه البعثة ولا يسمح لها من طرف المغرب لإقامة هذا الاستفتاء، فهذا يعني ليس لا يأتي بجديد في هذا النزاع. ولهذا السبب رفضت كينيا هذا القرار
القرار، ولهذا السبب أيضا رفضت روسيا هذا القرار، لأنها ما تريده روسيا وما تريده كينيا هو حلا أن يفرض على نظام الاحتلال المغربي القبول بالاستفتاء. ونحن كما قلت في عدة مرات وكنت معكم في هذا البرنامج، يا أخي من المغرب نحن لا نرفض ما تسمونه بالحكم الذاتي، بل يسمح للشعب الصحراوي بالاختيار في استفتاء ما بين حكم الذاتي وما بين الاستقلال أو حتى الانضمام إلى المغرب، لكن ليكن الشعب الصحراوي من يصوت تحت رعاية ومراقبة أممية. لكن المغرب يخاف من صوت الشعب الصحراوي ويريد أن يفرض على الشعب الصحراوي هذا الاحتلال عبر الاستفتاء. اليوم نظام الاحتلال المغربي محاصر. اليوم نظام المغربي محاصر. اليوم نظام الاحتلال المغربي محاصر إفريقيا، لأن الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية ككينيا وكجنوب إفريقيا وكتونس استقبلت الرئيس الصحراوي وبرهنت على أنها الدولة الصحراوية هي مستقبل حل نزاع الصحراء الغربية. الاتحاد الأوروبي وعبر تصريحات لوزير الخارجية أو ممثل الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل أكد منذ شهر أنه لا حل غير الاستفتاء في الصحراء الغربية. واليوم الأمم المتحدة تتحدث على أنه تغيير مصير الشعب الصحراوي عبر الاستفتاء هو يجب أن يكون أساس أي حل في نزاع الصحراء الغربية. فالمغرب اليوم محاصر في وحدة، ولذلك يتحدث أو يحاول أن يغطي على هذا الموضوع، متهما البوليساريو بالعلاقات مع إيران وغير العلاقات مع إيران. طبعا كل هذه أكاذيب، لكن حتى ولو كانت جبهة البوليساريو تريد عقد اتفاقيات مع إيران لديها الحق. ولكن هناك تقارير غربية أستاذ الطالب تشير إلى أنه هذه هي حقائق وليس أكاذيب. تقارير نعم، عديد من التقارير الغربية. تعرف عديد من التقارير. لا، هل تعرفين أنه في مخيمات اللاجئين في تندوف توجد أكثر من 90 منظمة دولية وتقريبا 16 منظمة تابعة للأمم المتحدة، وكلها تراقب تحركات البوليساريو من داخل المخيمات، وكلها تعمل المخابرات الأوروبية، ولم نرى أي تقرير أوروبي أو مخابرات يقول أن هذه المعلومة صح. حتى فقط في 30 ثانية، حتى ولو كان ذلك صحيح، حتى ولو أرادت البوليساريو بدء علاقات مع إيران أو جلب الدرونات الإيرانية لديها الحق. أنا المغرب الحق في جلب إسرائيل. لو سمحتما أريد أن أتوجه إلى أستاذ جان بيير، لو سمحتما سنكمل بهذا. أستاذ جان بيير، كما ذكرنا فرنسا صوتت مع القرار كما ذكر أستاذ سعيد الذي أراده المغرب، رغم بعض التوتر في علاقاتها مع المغرب والمحاولات التقارب مع الجزائر. كيف يمكن أن نقرأ هذا الموقف برأيك؟ مثل ما قلت فيما سبق، أظن وأتمنى أن هذه البرودة بين الرئيس الفرنسي والعاهل المغربي لن يطول طويلا، وأن التقارب مع الجزائر لن يدفعه الموقف الفرنسي بشبه انحياز للموقف الجزائري. بهذا الخصوص هناك حدث منتظر، وهي القمة العربية في الأول والثاني من نوفمبر في الجزائر. هناك مؤشرات خفيفة وضئيلة للانفراج بقدوم الملك المغربي، ولكن من جهة ثانية عندما نتابع الأحداث الجزائرية نلاحظ أن الجزائر تنفق مبالغ ضخمة لتبقى بموقف متوازن وأكثر من متوازن مع الجيش المغربي إن حدثت حادثة مشؤومة بين البلدين. إذ الجزائر هي البلد الإفريقي الذي ينفق أكثر مالا من غيرها من البلدان. إذن ما زلنا في نفس الموقف المنتظر انفراج ما، ولكن ليس لفرنسا أن تحسم خلاف من هذا النوع، ولو فعلت هذا لامتها الجزائر كما لامها المغرب.
أستاذ جان بيير، في وقت تبحث به القارة الأوروبية عن بدائل للطاقة، قبل أيام تقارير فرنسية كشفت عن أن المغرب أحرز تقدم على الجزائر بشأن مشروع أنبوب الغاز النيجيري. هل يمكن أن تعيد الدول النظر في قضية الصحراء من أجل حلحلة ملف الغاز؟ لأن هناك من يقول أن التوتر حول هذه القضية واستمرار التوتر حول هذه القضية سيعرقل أي مساعي من أجل التوصل إلى حل بشأن الغاز طبعا. نعم، كما ذكرت البرودة بين فرنسا والمغرب نابعة عن فضيحة بيغازوس المشهورة، وربما هناك عبارة عن تحرض للمسؤولين لكلتا البلدين، ولكن لا أظن أن هذا مرتبط بقضية الغاز، إذ هذه البرودة سابقة للأزمة الأوكرانية. الآن في هذه الأزمة لا شك أن فرنسا تمهد قدر الإمكان كل شيء لإرضاء الجزائر. هذا ظهر جليا خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي للجزائر ثم رئيسة الوزراء، ولكن أتمنى أن تبقى العلاقات بين فرنسا والمغرب كما العلاقات بين فرنسا والجزائر رشيدة متوازنة. نعم أستاذ سعيد، هل علينا أن نتوقع برأيك تصعيد من قبل جبهة البوليساريو يترجم باستخدام طائرات مسيرة بمساعدة الحرس الثوري الإيراني ضد المغرب؟ حتى وإن كان هذا التصعيد لن يرقى إلى مستوى كبير جدا. البوليساريو تتحدث كما يتفوه الطالب، ويقولون كلام يبقى على العواهن ولا ينزل إلى أرض الواقع. البوليساريو قبل أسبوع هددت بأن وفد رالي دكار إذا دخل مر عبر الصحراء سوف تضرب وسوف تقصف وسوف تفعل ما تشاء، لكن الرالي مر وعبر الصحراء المغربية في اتجاه موريتانيا، والبوليساريو كانت تنظر إلى هذا الرالي ولم تعمل أي شيء. لذلك أقول للبوليساريو بأنها تتكلم أكثر مما تفعل، والمغرب يفعل أكثر مما يتكلم. الدبلوماسية المغربية لها حضور قوي على جميع المستويات، في القارة الأمريكية، في القارة الأوروبية، في أوروبا، في افريقيا. نعم سعيد، لو سمحت اريد تشتغل من اجل التاكيد على هذا الامر. اريد تعقيب اخير من عندما يتحدث الطالب دقيقه واحده، عندما يتحدث الطالب يتحدث عن التاريخ انا اضحك. لم يتبقى لي الوقت واريد تعقيب من الطالب استاذ سعيد قبل ان انهي هذا البرنامج. تفضل بجمله لو سمحت. فقط اريد ان اقول بطريقه مختصره، هو انه اذا اردنا ان نتكلم عن التاريخ فسنرى انه وجود المغرب في الصحراء الغربيه هو عباره عن احتلال تاريخيا اذا تحدثنا من الجانب السياسي والقانوني، كما يقول هذا القرار الاممي الصادر اليوم، وكما تقول الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي تواجد المغرب في الصحراء الغربيه هو عباره عن احتلال. كما يحق للمغرب ان تكون له شراكه مع إسرائيل وجلب إسرائيل إلى شمال إفريقيا مهددة لدول المنطقة. الطالب علي سالم ناشط سياسي صحراوي حدثنا من باريس. شكرا جزيلا لك صحفي سعيد العفاسي. شكرا جزيلا لك من باريس جان بيير ميلالي الباحث في شؤون الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لك. بهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذا المساء، إلى اللقاء.